الأخيرة بالمملكة العربية السعودية أثناء حضورها فعاليات إطلاق عطر سينس الجديد لجورجينا رودريغيز. كما تمت مقارنة إطلالات المشهورة العربيات بإطلالة عارضة الأزياء الأرجنتينية، مما تسبب في موجة سخرية. في فيديو متداول من حسابها الموثق على سناب شات، قامت الدكتورة خلود بالرد على السخرية والانتقادات التي وصف أصحابها إطلالاتها بأنها مبالغ فيها وكأنها ذاهبة لأحد الأعراس أو حفلات الزفاف، وهو ما لم تنكره المشهورة الكويتية. وانفعلت الدكتورة خلود خلال الفيديو وردت على مهاجميها قائلة: أنا ليس شغلي أن أرتدي ملابس لتعجب أذواقكم أو تناسبها، فقط أرتدي ما يناسبني وما يلائمني وما يعجبني، وهذا هو ذوقي. وأوضحت الدكتورة خلود أن من يقولون أنها وكأنها كانت ذاهبة لعرس بسبب الفستان الذي اختارته والذي جاء مطعما بالريش هو بالفعل محقون، لأنها اختارت شيئا يناسب ذوقها. متابعة: أنا لم أختر أن أظهر في مناسبة، أختار أكشخ شيء والأكثر أناقة بالنسبة لي، كما أن الحفل بالفعل كان عرسا لأصحاب الشركة وكل شخص يرتدي ما يناسبه. وتفاعل العديد من النشطاء مع رد الدكتورة خلود على الانتقادات، وقال البعض أن أنا أعجب اللي مزاجي بيلبسوا، أنت أول صفي كلمتين على بعض، فستانك حتى بغرفتي ما ألبسه، جد بفشل. المشكلة كلها في لغة جسدهم بالمقارنة بها وعدم الثقة بالنفس والتطلع إليها كأنها نجمة في السماء، وده اللي يخلي شكلهم قليل ومش حلو، كأنهم جاريات عندها. في شخصيات عندها الاستعداد تدافع عن نفسها تحت أي ظرف ومهما كان حجم خطاها، وعندها استعداد تكذب كل العالم عشان تثبت أن رأيها ووجهة نظرها صحيحة. ودافع آخرون عن الدكتورة خلود قائلين: ليش طالعين تبررين؟ خلي اللي ينتقد بسلامته، عجبنا أو مش عجبنا بكيفنا، وانتي بكيفنا وانتي بكيفك، الحفل انتهى وخلصنا.